لقب كأس إفريقيا 2025 من السنغال فضيحة القرن. لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعتبر منتخب السنغال خاسرا أمام المغرب ب3 أهداف مقابل صفر في نهائي كأس إفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مع إلياس الجزائري. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد وادعمونا بزر اللايك. منشورات عديدة واستهجان كبير بين كل متابعي الكرة الإفريقية. شفنا في كان 2025 كأس إفريقيا فوز المنتخب السنغالي على المنتخب المغربي في نهائي مباريات كأس إفريقيا، إلا أن المغرب قامت بدفع استئناف وتم قبول طعن في استئنافهم، حيث كتبت قرارات لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي. جاء القرار بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي وإلغاء قرار اللجنة التأديبية، مع تأكيد أن منتخب السنغال خالف لوائح البطولة وفقا للمادتين 82 و 84، وبالتالي منح كان 2025 للمغرب، واعتبار السنغال منهزما مقابل 0 ل3 أهداف. كما تضمنت القرارات إيقاف لاعب منتخب المغرب إسماعيل سيباري مباراتين، واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ، إلغاء الغرامة المالية عليه 100 ألف دولار، تخفيض غرامة الاتحاد المغربي في قضية جميع الكرات إلى 50 ألف دولار، تثبيت غرامة 100 ألف دولار بسبب التدخل في منطقة تقنية الفار، تخفيض غرامة حادثة الليزر إلى 10 آلاف دولار، وتم رفض بقية الطلبات المتقدمة. بابا ديمبا ديو لاعب منتخب السنغال عبر حسابه على الإنستغرام كتب: أعتقد أننا في أرض المجانين. أنتم أصدقائي يرحم والديكم، شو رأيكم في هذا الموضوع؟ يعني هل بعد شهرين ولا 3 أشهر وعقبنا للرأس العام والعام الأمازيغي وعيد الحب وعيد الشجرة وعيد النصر ورمضان ورانا العيد، نشيل الفوز من منتخب ونمدوه المنتخب؟ صراحة طعم الفوز على أرض الميدان، وأخذ الكأس من الملعب مش من صفحات الفيسبوك. صراحة رانا في وقت مضحك جدا. فانتم في التعليقات اكتبوا لي ما رأيكم في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإقضاء بمنح كأس إفريقيا للمغرب. هو كأس إفريقيا بصح بنكهة زكاة الفطر. خلونا آرائكم في التعليقات، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء.